اهو كنت بلعب بالناشئين زيك بالظبط. ممنوع التحفيل، ممنوع ان انت تتكلم معايا نص كلمه، خسران 3 زيك. فايه الناس اللي كانت عماله تقول مبررات اصل احنا كنا بنلعب بالناشئين، انا برضو كنت بلعب بالناشئين، فانت ما تجيش تحفل. انتوا لو ظابطينها مع بعض يعني مش هتظبطوها كده، يعني مش للدرجه دي. الاهلي يخسر 3 الزمالك يخسر 3، الاهلي يكسب الزمالك يكسب، الزمالك يتعادل الاهلي يتعادل، ده يلعب بالناشئين فده برضو يلعب بالناشئين. يعني انا من مكاني هنا بطالب يا اما كاس العاصمه ده يتلغي يا اما ما يتذاعش. هو بتزعوه قاصدين عشان تحرقوا لنا دمنا، فيعني حرام. ليه بقى حرام وحرقه الدم؟ يعني انت بتلعب كاس العاصمه ده ليه؟ يعني مثلا كلامي هنا مثلا للزمالك والاهلي، بتلعب كاس العاصمه ليه؟ وما تقوليش والنبي عشان الناشئين، عشان اديك شايف الناشئين، يعني اديك شايف مفيش اصلا ناشئين عندك، ولا بقى في الاهلي ولا في الزمالك. كل مثلا 4 5 6 سنين كده ممكن تطلع لك لعيب مثلا زي انس وائل مثلا اللي بيلعب في الزمالك، ولا حمزه عبد الكريم اللي بيلعب في الاهلي، تحس ان ممكن يبقى في يعني امل فيهم. لكن برضو يعني ادائهم في الملعب يعني مش ميسي وكريستيانو، يعني لا عاديين جدا. يعني بقى بعد اذنكم يا تلغوا البطوله ديت يا اما ما تشاركوش فيها، عشان والله العظيم الواحد يعني دمه بيتحرق.